محمد. هذا المخلوقات فايدة جديدة هذا إنسان بلو هي إنسان كراه ترى هذا جانور تقريبا جانور كيف تسار كيف الله. الروهينجا اسم لعرق هو أكثر الأقليات اضطهادا في العالم كما اعتبرتهم الأمم المتحدة. اسم يمثل جماعة مسلمة تعدادها 1,000,000 مسلم تقريبا بنسبة 4% من سكان ميانمار، ويقطنون منطقة الراخين أو أراكان سابقا. اسم لعرق يحسب معتقدهم على أمة المليار مسلم، ولكنك تستطيع أن تنعتهم بالغرباء أو الضعفاء أو المنفيين من هذه الأمة. اسم لعرق ربما نساه أو تناساه المسلمون كي لا يضع عليهم عبء الفرار من المسؤولية، فلم يقعوا لديهم تحت نطاق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن هذه الأمة كالجسد الواحد. اسم لعرق لا تعترف ميانمار بوجوده، والأشد شناعة من ذلك أن تجد الدولة التي يعيش في نطاق حدودها قننت التمييز والاضطهاد ضدهم حين صادقت في عام 1982 على قانون الجنسية الذي وصف الروهينجا بأنهم مهاجرون من بنغلاديش وأنهم بلا وطن. اسم لعرق يتعرض لكافة أنواع التعذيب والتقتيل والتهجير والقمع والاغتصاب وحتى الحرق والوأد، فأساليب التعذيب التي مورست مع الروهينجا فاقت في وصفها ضرب المرشة الحديدية وشوكة الهراطقة، والأكثر من ذلك أن تجد هذا مستمرا حتى عهدنا هذا، كما أكد المركز الروهينجي العالمي في آخر تقرير له، في ظل تكتم إعلامي وغض للطرف من قبل الهيئات والمؤسسات الحقوقية الدولية الرسمية منها وغير الرسمية، وبتحريض بريطاني للبوذيين ودعم مادي ولوجستي لهم. وقعت مذبحة عام 1942 ضد الروهينجا راح ضحيتها حوالي 100,000 مسلم، ومن هذا التاريخ حتى وقتنا هذا وقعت أكثر من 20 مذبحة فتكوا خلالها بنحو 1,000,000 مسلم، فضلا عن المشردين منهم في ملاجئ الدول والبلدان. تقدم لهم مساعدات قليلة من الدول الإسلامية وخاصة تركيا وقطر، ولكنها لا تسد رمقا ولا تكفي حاجة. منعتهم السلطات من مواصلة التعليم وحرمتهم من تملك العقارات أو ممارسة التجارة أو تقلد المناصب أو التعيين في الهيئات الحكومية. إنه التمييز والعنصرية في أردأ الصور وأقبح المعاني.